فاكرين صورة القرد ده اللي اتباعت بمليون دولار؟ وده بيأكد إن القرد في عين أمه غزال. ال NFTs كان ترند وظهر والناس بدأت تشجع عليه عشان يحققوا أكبر مكاسب منه، مستغلين ضعف المعلومات عند بعض الناس بالتكنولوجيا ورغبتهم في الثراء السريع. تعالوا أشرح لكم. ال NFTs هي توكنز بيتم إنشائها على شبكة البلوك تشين، وبنربطها بحاجة موجودة في الواقع أو حاجة افتراضية زي صورة القرد مثلا، وبتختلف في حاجة أساسية جدا عن أي عملة رقمية تانية. قيمة كل عملات البيتكوين واحدة ومتساوية، لكن ال NFTs كل توكن بيبقى لها قيمة خاصة بيها على حسب كل توكن مربوطة بإيه، وده الأساس التقني بتاعها. السؤال بقى، اللي اشترى ال NFT بتاعت القرد بيضمن منين إن محدش تاني يملكها؟ في الحقيقة ما يضمنش. هو اشترى المعلومات الخاصة بالصورة زي اسمها، الديسكريبشن، ولينك الصورة اللي ممكن عادي يكون على سيرفر سنترلايزد، وفجأة بعد ما اشترى صورة القرد ينط واللينك ما عادش يشتغل. ولأن لينك الصورة متاح للجميع، ممكن أي شخص تاني يعمل NFT من نفس لينك الصورة ويدعي إن هي